تعالوا اقول لكم النهارده على اسهل واحلى واطعم عيش ممكن تعملوه في البيت. بيبقى حلو جدا جدا للسندوتشات، وهنزل لكم بيه سندوتشات قريب قوي قوي. تعالوا بينا على المقادير. عايزين كوبايه الا ربع دافيه ميه، هنحط عليها معلقتين سكر ومعلقه صغيره خميره، ونقلبهم كويس جدا ونسيب الميه تخمر لمده 10 دقايق. وبعد كده في بوله هنحط 3 كوبايات كبار دقيق، عليهم رشة ملح، ونقلبهم كويس. وبعد كده نعمل حفرة عشان ننزل فيها المية، وبعدين هحط عليهم بيضاية ومعلقة سمنة، وبعدين نقلبهم كويس لغاية ما العجينة تلم، وبعدين انزلهم على الرخامة، والرخامة تكون مرشوشة دقيق، واقعد اعجن فيهم كده لمدة 10 دقايق لربع ساعة. لو في عجان تمام، بس انا بفضل ان افضل اعجن انا بايدي في العجينة لحد ما تدينا الشكل والملمس ده، عجينة متماسكة وفي نفس الوقت طرية. وبعدين اسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة تكون خمرت شوية، بقى امسكها اعجنها تاني، وبعدين افردها بالشكل ده واقطعها لكور صغيرة. وبعد كده ناخد كورة اعجنها حبة، وبعدين اروح فردها بالشكل ده، وبعدين اروح لما العجينة عشان تبقى مورقة. بصوا هقعد الم فيها ازاي، ما تخافوش هي هتستوي من جوه تبقى زي الفل. وبعدين احط بقى العيش في صينية مدهونة زيت كده، افتحه بالشكل ده واسيبه لمدة من ساعة لساعة ونص. انا بفضل ان انا اسيبه ساعة ونص. وبعد الساعة ونص اروح دهنه بيض على وشه، بيض وفانيلا، وبعدين اروح رش عليه، ممكن نرش جبن. انا هنا رشيت حبة البركة وسمسم وزعتر مجفف. بعد كده احمي الفرن، وبعدين انزل درجة الحرارة ل180 وادخل الصواني لمدة 20 دقيقة، وهيطلع معانا بالشكل ده. بس اهم حاجة لما يطلع نغطيه بقماشة عشان ما ينشفش. بعدها ب10 دقايق بصوا طري ازاي وحلو. بصوا بقى من جوه اللايرز مكان ما لفيناها على بعضه عامله ازاي ومورق من جوه. وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى لما تجربوه تقولوا لي ايه رايكم فيه، وتعملوا لي سبسكرايب.